أتحول بس الأمير عبد الرحمن بن مساعد معي الآن الهاتف وبعدين نتحاور في هذه النقطة. معنا على الهاتف الآن سمو الأمير عبد الرحمن بن مساعد رئيس مجلس إدارة نادي الهلال. مرحبا فيك سمو الأمير. مرحبا أخوي، مساك الله بالخير. احنا سعداء جدا أن تكون معنا من خلال برنامج كل الرياضة. طول عمرك، الرياضية ما نقدر نرفض لها طلب. سمو الأمير، في البداية نود أن نتعرف على آخر التطورات بالنسبة للتعاقد مع اللاعب ياسر الشهراني. هناك مصادر تؤكد بأنه قطعت الإدارة الهلالية شوط كبير من أجل التعاقد معه. أول شيء أنا ما أدري من معك في الاستوديو، ماني بشوف التلفزيون. اللي معنا الكابتن علي كميخ. أرحب بالأخ علي أمسيه بالخير. أنا أعتقد أنه فيما يتعلق بالشهراني ما أقدر أقول أي شيء إلى الآن، لأنه إحنا يعني إلى الآن لم نصل إلى اتفاق، الأمر لم يحسم الآن. نعم. متى ما حسم الأمر نقدر نتكلم عنه. نعم، لكن مفاوضات جارية سمو الأمير. يعني كل ما استطيع قوله وانا اخوك انه يعني اذا انتهينا من التعاقد مع ياسر الشهراني، نعم، سنعلن هذا الامر عبر المركز الاعلامي. الى الان لم يتم شيء بهذا الخصوص، ولكن انا اؤكد ما طرح بشان انه احنا حناخذ اللاعب اعاره، هذا امر غير صحيح. اذا كان حنوقع مع اللاعب نعم، فبالتاكيد حيكون له عقد طويل المدى. نعم. سمو الأمير، أيضا من الأخبار الهلالية والتعاقد مع الكابتن سلمان الخالدي مدافع نادي القادسية. تعاقد مع اللاعب سلمان الخالدي يمكن هو بسبب إصابة الكابتن حسن خيرات، أم أن الإدارة الهلالية شعرت بأن الكابتن ماجد المرشدي كان هناك هبوط في مستواه وبالتالي خط ظهر الهلال يريد تدعيم أكثر؟ لا بالعكس، أنا أعتقد ماجد المرشدي يقدم مستويات متصاعدة. كان عنده إصابة يعني كانت هي اللي أثرت على مستواه، ولكن في الفترة الأخيرة بالعكس يقدم مستوى مرضي يعني مثل ما هو مأمول منه. ولكن فيما يتعلق بسلمان الخالدي تحديدا، اللي حصل انه المدرب بعد ما اصيب حسن خيرات كما تفضلت، نعم، طلب انه يكون في مدافع يعني يسد ثغرة حسن خيرات يعني كبديل يعني. نعم. فكان طلب أشرطة لعدة مدافعين في الدوري السعودي منهم سلمان الخالدي، فطلب مننا التعاقد معه. طبعا احنا تعاقدنا معه الى نهاية الموسم. نعم. اذا نجح معنا ان شاء الله ممكن ان احنا نجدد معه، ولكن اذا يعني لم يحالفه التوفيق، نتمنى ان يحالفه التوفيق ان شاء الله. احنا متفائلين يعني حققنا رغبة المدرب. نعم. بعد ما شاف الأشرطة ان شاء الله نأمل انه يوفق معنا ونمدد معه ان شاء الله. نعم. سمو الأمير، الهلال فرغ من معسكر الإعدادي في دبي، يعني الظاهر لنا أن المعسكر بالفعل كان ناجح، حقق بطولة دورية، ولكن أنتم كإدارة هلالية كيف تعلق على المكتسبات اللي خرجت منها إدارة نادي الهلال من هذا المعسكر؟ أعتقد أنه معسكر جيد، ولكن ما ينبغي أن احنا نعطيه أكبر من حجمه. يعني ما نعطي البطولة الدولية هذه أكبر من حجمها، وأن احنا نركن إلى أن احنا فزنا على فرق أوروبية متميزة. هذه في نهاية الأمر لا تخرج عن كونها مباريات ودية. لا ننسى أن الفرق هذه أصلا يعني الدوري متوقف عندها، فبالتالي ما نقدر نحطها مقياس على أن احنا وصلنا لمستوى متميز. ولكن هو من ناحية الاستعداد اللياقي والانسجام بين اللاعبين بالتأكيد هو يعني أمر مريح بالنسبة لنا، ولكن لا يدعو للطمأنينة. ينبغي أن احنا نعرف أن المنافسات الرسمية تختلف تماما عن المباريات الودية. نعم. بس فيما يتعلق أخوي في نقطة ذكرتها على حكاية أنه الهلال متعود أنه كان، أشكرك على هالطرح، أنه كان يتعاقد مع لاعيبه باسعار عاليه، نعم. والمره هذه تعاقد مع احمد علي اللي بسعر يعني منخفض مثل ما ذكرت. نعم. هذا الكلام صحيح، انا يعني معك حق. احنا في نهايه الامر المدرب كان طالب مننا مهاجم، وكان في 7 خيارات، كان ترتيب احمد علي الرابع فيها. نعم. فطبعا كنا مرتبطين، ما هو سر ولا هو عيب ان انا اقول، مرتبطين بميزانيه محدده ما نتجاوزها. نعم. لانه امكانياتنا الماديه هي يعني هذا اللي يعني تسمح فيه امكانيات الماديه، هذا الامر. فبالتالي الاولويه عندنا احنا ان احنا ما ناخر مرتبات على لعيبتنا، ان احنا يعني ناخذ الموسم هذا ان احنا نوفي بجميع التزاماتنا، ما يكون علينا التزامات، وفي نفس الوقت ايضا نتصرف وفق امكانياتنا. نعم. هذا لا يعني انه احمد علي ما هو لاعب متميز. احمد علي لاعب احنا نامل منه الكثير في منتخب مصر لترتيبه التاسع عالميا. خصوصا اني انا اعتقد كل اللي سالنا مثلا الكابتن حسن شحاته، سالنا في مصر اكثر من احد، كلهم اشادوا فيه واعتبروه انه من المهاجمين الواعدين جدا، واللي يعني لهم مستقبل كبير انه يكون المهاجم الاول في مصر خلال السنوات القادمه. نعم. وهو شخص كمان ايضا يحمل اخلاق عاليه وانضباطيه عاليه، وله مواصفات فنيه اقتنع فيها المدرب. فمن هالمنطلق بالتاكيد انه لو كانت ميزانيتنا أكبر ربما لجأنا إلى أسماء يعني أكثر، ولكن أنا متفائل فيه جدا وأعتقد أنه إن شاء الله حيقدم منه المأمول. ولكن أبدا ما هو عيب أن احنا نعترف أن احنا تصرفنا وفق اللي يعني على قد لحافك مد رجليك، هذا ما هو عيب.
نعم. سمو الأمير، يعني في لقاء صحفي كان مع المدرب كالديرون يمكن ذكر فيه بأنه أبرز ما أقلقه هو تأخر عودة اللاعبين المصابين إلى التشافي من الإصابة والعودة للمشاركة مع النادي، وأن هذا الأمر يزعجه كثيرا. هل هذا إشارة من المدرب لعدم قناعته بالجهاز الطبي؟ ربما يكون ذلك. أنا اجتمعت مع المدرب البارح، وبكرة عندي اجتماع مع الدكتور طلع. طبعا أنا بقول أنها نقطة في غاية الأهمية. نعم. نحن لا نخجل من أنه لو كان في مثلا خطأ أو شيء ما هو صحيح أنه الإدارة تحاول أنها تصلحه. نعم. الجهاز الطبي طبعا كسي في دكتور كسي في يعني كان في أندرلخت البلجيكي، كان في منتخب فرنسا في كأس العالم 2002. فهو كسي في، احنا ما احنا دكاتره، يعني انا او الامير نواف او سامي الجابر ما احنا اطباء عشان نعرف الدكتور يعني هل هو متميز طبيا ولا لا. السي في حقه يقول انه متميز. نعم. انا بجلس مع الدكتور عشان تكون الصوره واضحه وبساله انه اجتمعت مع كالديرون وفعلا ابدى لي انزعاجه من هالامر، تاخر عوده المصابين. حنشوف الامر، اذا ثبت لنا انه الامر في عدم كفاءه من الناحيه الطبيه بالتاكيد سنتخذ اللازم ونجيب جهاز طبي جديد. نعم.